السلام عليكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب صابرة ومؤمنة تلقينا اليوم وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر الحالي ولاعب نادي الزمالك سابقا ولاعب منتخب مصر، اللاعب الخلوق الطيب المحترم المهاري. أحمد رفعت مات عن عمر يناهز 31 عام، بعد رحلة مع كرة القدم. لاعب بيلعب جناح على أعلى مستوى، لاعب اتظلم سواء على مستوى اللعب المحلي أو اللعب الدولي. يمكن واحد ربما يكون أفضل اللعيبة اللي بتلعب في الناحية الشمال. ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام يعني كذا حد عايزين نتكلم في موضوع أحمد رفعت والتهم وكل هذا الكلام. ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. ما أصاب أحمد رفعت ما كان ليخطئه. يعني مكتوب ومقدر على أحمد رفعت أن يموت بهذا الشكل وفي هذا اليوم وبهذا السيناريو. لن يغير أحد أي شيء ولا أي شيء بعد كده. يعني ياخد حق أحمد رفعت. أحمد رفعت مات، لا يوجد شيء ممكن يعوضه عن اللي حصل. بعد كده يعني إلقاء التهم بدون دليل واضح ده ظلم. يعني الناس شغالة تتقاذف وبتقول أسماء وبتقول كلام، يعني ده ظلم بين، وده هيدخلنا في صراع ودوامة كبيرة جدا. يعني دي وجهة نظري، رغم إني شفت كل اللي مكتوب وكل اللي منشور، لكن وجهة نظري الشخصية إن ما حدث قدره الله. إذا كان في قصة يعني الضغوط، يعني أنا عايز أعرف هل أهله ما يعرفوش هذه الضغوط لأحمد رفعت؟ يعني ما يعرفوش مثلا لما قال الشخص مسؤول بيضغط عليا، ما عارفينش بالظبط، ما قالش؟ ولو ما قالش ينبغي انه الموضوع خلاص ينتهي على كده، لان انت مش هتدخل في دوامة عشان نتكلم عن حد ضغوط. على فكرة على المستوى يعني تحقيقات او الحق، يعني الجنايات او غيره، ما ينفعش اني اقول اني انا هدور على شخص القى ضغوط على احمد رفعت. ده مش دليل على انه يعني عمل حاجة. الضغوط يعني كلام نفسي ملهوش يعني اعتقد يعني اي عقوبات. ده اذا كان يعني في النهاية اذا وصل وكان الاسم واضح بالنسبة لقصة الضغوط. يعني وربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي شايف. والظلم كتير في جميع المستويات، مش في الرياضة بس. يعني أحمد رفعت عمره انتهى بهذا اليوم، وربنا مقدر كده. وإحنا لينا طبعا محمد عبد الوهاب وتوفي يعني 22 سنة صغير، وربنا سبحانه وتعالى رايد بهذا الشكل. أحمد رفعت حاجة يعني من الحاجات اللي يعني بص كده الحاجات النادرة في كرة القدم. على فكرة لاعب راجل، لاعب ما بيهزرش، لاعب ما لهوش في الكلام الفاضي، لاعب متدين. يعني كل حاجة نموذجية في أحمد رفعت صراحة، إنه يكون لاعب متميز جدا. وطبعا ما ننساش أبدا أبدا الدراجي، وهو طبعا هدفه الشهير مع منتخب مصر في البطولة العربية. الفاول الرائع على فكرة، كان مميز جدا في جميع الكرات. ضربة الجزاء عند أحمد رفعت دي، بص كده، لو عندك أحمد رفعت لازم تلعب ضربة الجزاء أول واحد. بيحط ضربة الجزاء، يعني نحن عارفين بكل سهولة وسلاسة. لاعب ممتاز، لاعب تقيل على فكرة. لاعب أحمد رفعت للأسف الشديد انه اتظلم، لانه هو لاعب تقيل، يعني لاعب منتخب مصر، لاعب نادي زي اهلي او زمالك، يلعب في المباراة الكبيرة ما بيخافش ما بيهابش. لاعب تقيل بيسدد جميع الضربات. شفنا الضربة اللي سددها في البطولة العربية في العارضة للدراج، الكلمة الشهيرة ليه، وبعد كده ارتدت وحطها تاني في حاجة كده ما اعتقدش ان حد شافها قبل كده. يعني حد من مسافة بعيدة يحط الكرة في العارضة بهذا الشكل وترتد ويحطها تاني في المقص. شفنا الدراج يعني ما قالش للاعب لو منك احمد رفعت
لا اطلع، يعني اطلع واسيب المباراة من جمال وروعة الهدف اللي جابه احمد رفعت. احمد رفعت على فكرة من اللعيبة اللي مرتضى منصور نفسه اللي بيقول هيجيب حقك ظلمه، لان هو اكيد كان متواجد في نادي الزمالك وهو ينتسب لنادي الزمالك. يعني احمد رفعت لاعب مميز، ويبقى ذكرى طيبة للاعب خلوق مؤدب محترم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواه الجنة والفردوس الأعلى. النهاردة كان عندنا مباراتين في دوري أبطال أوروبا. المباراة الأولى كانت لإنجلترا. إنجلترا محظوظة المرة الثانية، يعني لحقت نفسها في آخر ثانية بالإنجام المرة اللي فاتت، والمرة دي برضو ضربات الترجيح. مش عايز أقول الحظ لأن أنا جاي عامل فيديو شورت، مفيش حظ تمام، في ضربات الترجيح، في مهارة، في ثبات أعصاب، في يعني ذكاء، لكن مفيش حظ في ضربات الترجيح. فازت وصعدت بقى لدور الأربعة للمرة الثانية. مستواها على فكرة مش على المستوى المطلوب. انجلترا زيها زي فرنسا برضو نفس الستايل، فريقين مش على المستوى. لكن ألمانيا بصراحة اتصدمت بأسبانيا. ألمانيا تقيلة جدا، وأسبانيا أكيد المرشح الأول للبطولة بدون كلام يعني. وبعد كده شفنا صعود الهولنديين، يعني على غير العادة هم غير محظوظين بعد ما تركيا كانت متقدمة، ورجعوا يعني في 6 دقايق بالظبط التعادل في الدقيقة 70 والهدف في الدقيقة 76، واستطاعوا أن يفوزوا على تركيا. أحسن تركيا، لأنه خلي بالك هم أحرزوا هدف تركيا، وكان ممكن يجيبوا الهدف الثاني، يعني كان في بعض التقصير. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم بكرة عن الزمالك والإسماعيلي. شكرا.